السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اذا على بركه الله نهضروا على الموضوع ديالنا. فانت فاش تكون ساكن في مدينه وكتبغي تمشي لمدينه اخرى كتحاول تزرب في الوقت، وهذا ما مزيانش. يعني الانسان اللي باغي يشري راه كيمشي يشوف الطوموبيل في الويكاند مثلا ويتفاهم مع مولاها على شي نهار اللي غادي يصلح لهم بجوج. لكن كاين بعض الناس كيبغي يمشي في نهارو يشري ويبيع في نفس الوقت، او اغلبيه كيجيو في شي نهار اللي ما كتكونش خدامه لا فيزيت وما خدامينش لي بونك. وهاد القضيه ديال لي بونك راه مهمه، مازال غنرجعوا ليها في الاخير. علاش هضرت على البنكه؟ فاولا لا فيزيت، فاش كتمشي نتا وما كايناش لا فيزيت وكتكاتب، راه اذا رجعتي لمدينتك ودوزتي لا فيزيت او ما دازتليكش غادي تكون في مشكل. وكذلك انت كبائع، اذا عطيتي واحد السيد طوموبيل وتخلصتي وصل لمدينته وعيط لك قالك ما دازتليش في لا فيزيت، راه غادي تبقى في مشكل. يعني ما غاديش تدفع ليه التليفون. وكاين اللي كينصب بهذه الطريقه، كاين ما كيتشطرش معاك في الطوموبيل في الثمن، ولكن كيقول لك بلا ما ندوز لا فيزيت انا راه عارف اش كاين ولا انا ثيق فيك. لكن فاش كيمشي لمدينته كيبدا يقول لك راه خسرت لي الطوموبيل، راه تكولا الموتور الى غير ذلك، رد لي فلوسي. وهذه هو ما باغيش ترد لي فلوسه، انما باغي ياخذ منك فلوس. يعني ممكن 3000 درهم، ممكن 5000 درهم، اللي يقدر عليه يجبدو منك يجبدو. المهم هو انه كيمرضك باش ياخذ منك فلوس. لهذا ردوا البال. يعني يجي الشاري مزروب، انت ساكن في مدينتك وطوموبيلتك حداك، ما تزربش. نقول ليه دوز لا فيزيت دي الطوموبيل، ما دوزش لا فيزيت ما تديش الطوموبيل. واخا انت تايق في راسك وعارف طوموبيلتك كي دايره، لكن ما تثيقش، لانه كاين اللي باغي ينصب بهذه الطريقه هذه. اذا النقطه الاولى علاش تكلمنا هي نتاكدوا ان لا فيزيت خدامه في ديك المدينه. مثلا الا جيتي بالسبت شوف ديك المدينه واش كتخدم فيها لا فيزيت بالسبت، وتشوف ليغاليزاسيون واش كاينه بالسبت. هذه النقطه الاولى. يعني نشوف الادارات والفحص التقني واش خدام. ثاني حاجه هو لاسيرونس. يعني فاش غنشري هاد الطوموبيل هادي كنتصل بهاد صاحب السياره في التليفون تنقول ليه الا جاب الله وشريت منك السياره غدا تفاهمنا وقال لي زينه، كي غادي ندير نرجع الطوموبيل حتى لمدينتي، لانه ما يمكنش انت تقطع اسيرونس حتى تدفع الدوسي في مدينتك. اذا باش تجيب الطوموبيل من هنا لهنا ما غاديش تقول ليه عافاك عطيني لاسيرونس. انت كشاري ما تحزروش، غتقول ليه غير كيفاش ندير نجيب الطوموبيل، هو يعطيك الحل. اما يقول لك هاك اسيرونس ديالي، اما يقول لك قطع اسيرونس انت شهر وتحرك به، او يقول لك ديها في ديباناج خلص عليه انت ولا نخلص عليه انا ولا نقسمو بجوج، او انك تخلي الطوموبيل في ديك المدينه في شي باركينغ ولا عند شي واحد تعرفو وتمشي لمدينتك تقاد الوراق وتقطع اسيرونس وترجع لعندو. المهم انت ماشي حتى توصل لعندو وتخلصو وتساليو يقول لك ما نعطيكش اسيرونس وتوليو عاوتاني في الالغاء او مشاكل اخرى. اذا تفاهموا على اي حاجه تقدر توقع من بعد باش فاش نجيو نكونوا مقادين، ماشي حتى نعطيو الفلوس باش نبقى نقولوا اعطيني لاسيرونس ولا اعطيني هذه ولا فين هذه الى غير ذلك. المساله الثالثه هي ديال الاداء. يعني فاش نكون باغي نجي كنقول الانسان في حاله الا تفاهمنا كيفاش غادي ندير نخلصك. يعني لانه كاين اللي كيجي حتى الاخر تبعتي معاه وتشاريتي وكيجبد لك شيك تيقول لك هاك الشيك هذا وهي الويكاند. وهذه طريقه النصب اخرى، تيقول لك هاك شيك، كتولي انت ضيعتي وقتك وكتسناه الى غير ذلك وكيشد. يعني ما تفاهمتوش على شي حوايج حتى الاخر باش كيبدا يجبد لك هاد المسائل. واحسن حاجه ليك انت كمشتري هي ما تعطيش البائع الفلوس ليدو، انما كدوزهم ليه في الحساب ديالو. لكن تقدر توصل حتى تما تقول لي ندوز لك الفلوس في الحساب ديالك، هذه في حاله الا كانت البنكه حاله. كيقول لك لا ما تدوز ليش في الحساب عطيني الفلوس ليدي. وانا علاش كنقول الحساب يدوز للكونط؟ باش يبقى لا طراس، باش الا وقع شي مشكل من بعد وكنتي مضطر انك ترجع ليه الطوموبيل حتى هو يرجع لك فلوسك. لانه كاين اللي كتشري منه طوموبيل ب10 ونهار كيوقع شي مشكل تيقول لك نرد لك 5 قابل ولا ما قابلش. الا ما قبلتيش الله يعاون هزك الماء. وكاين اللي كيضيع في مليون في جوج في 3 بسبب انه ما كاينش لاطراس. اما البنكه كيكون واحد شويه ديال الامل انك تشد هذا الانسان، كتجيب عليه الحجه انني عطيته الثمن الفلاني.
هادشي اللي كاين. يعني خصني نرد البال لهاد ثلاثة المسائل: لا فيزيت، ونرد البال لاسيرونس او كيفاش نجيب الطوموبيل اللي عندي، وكذلك الطريقة باش غنخلص هاد الشخص. واخر حاجة واللي مهمة بزاف هي العقد البيع. يعني هاد العقد البيع اللي غنخرجو من السيبر من الاحسن يخرج قبل ما نمشي عنده. يعني اذا خرجتي انت كبائع العقد كيكون مزيان باش غير كيجي عندك المشتري كتمشيو دوزو لا فيزيت، دازت لا فيزيت مزيان تمشيو تكاليزيو العقد، ما دازتش مزيان او ما تفاهمتوش كيتانيلا العقد سير بلاص، راه ما كاين حتى مشكل. لكن اذا جا عندك الشاري من المدينه وانت ضيعتي داك النهار كتسناه وهو ضيع نهار وجاي عندك، تقدروا دوزو لا فيزيت وتضيعوا ديك 300 درهم اللي غيخلص المشتري وتشدوا النوبه وبزاف د الحوايج، ترجعوا عاوتاني تشدوا النوبه هادشي مول السيبر. واشنو غيوقع؟ اولا ممكن تلقاو السيستيم طايح. يعني هاد السيس راه كاين شي مره كيعطيك ايرور سيرفوني، يعني كيكون شي مره تعذر الدخول للموقع، وهضرت عليه في فيديوهات سابقه وصدقوا واحد يعني ضيعتو نهاركم. كذلك ممكن يكون شي مشكل في الوراق ديال السياره، واخا انت عندك كلشي مريقل ممكن طلع لك شي ميساج في شكل يقول لك راه الطوموبيل عليها حجز، مثلا شي ضريبه ما تقراتش، او يطلع لك شي مشكل ديال انه المعلومات اللي كتدخل انت غير مطابقه للنظام المعلوماتي، واخا انت كتدخل المعلومات صحيحه ولكن ما كيقراهاش السيستم. كذلك انت كشاري ممكن تجي وتلقى هذا البائع ديجا دار شي طلب ديال البيع ويطلع لكم انه هذه المركبه السابقه ان كانت موضوع طلب بيع، ويولي يقول لك عاوتاني غندير لك كارطونه او ندير لك وكاله وسير لمدينتك وريقل الامور، وفاش توصل لمدينتك تلقى مشكل انه خصك ضروري دير الالغاء لذاك الطلب القديم. وكاين اللي كاع من الاول كيقول لك راه خصك تدفع الامور في مدينتك، هاك وكاله وسير حتى لمدينتك ودير كلشي. فاش كتمشي لمدينتك اما كتلقى مشكل في الاوراق، اما مشكل في لا فيزيت وكتلقى راسك طلقتي الفلوس. يعني انت غير مجبر باش دير الوكاله. يعني هذا صاحب السياره اللي كيبغي يبيع ليك راه هو اول واحد ما خصو يرفض الوكاله، بما انه هو كيعرض عليك الوكاله، كيقول لك غير دير وكاله حتى لمدينتك، او يقول لك غير سير بوكاله واحد المده راه غادي تقتصد عليك الفلوس ديال لاسيرونس وتقتصد عليك الفلوس ديال لا فيزيت البيع والفلوس ديال تغيير الملكيه. عارف هذا راه فخ، هاد السيد راه ماشي بقيتي فيه. وتا انت خصك تكون ذكي، واش انت شاري طوموبيل ب 8 المليون او 9 او 10 ديال المليون وباغي تشطر على 1000 درهم الكتبه؟ اذا انت غيدير لك السيد وكاله، غتمشي لمدينتك تقدر تبغي تبدل ويوقع لك مشكل تكتشفو، او ممكن تضرب انت واحد 10 شهور ولا عام ولا عامين تبغي تقلب في سميتك او تبيع لواحد اخر وتلقى راسك طحتي في الفخ. وشكون اللي غيرجع لك فلوسك؟ بغيتي تشطر على 1000 درهم مشات لك 10 ديال المليون. وحد هنا غادي نتوقفوا باش ما نكثروش عليكم.